ازيكم يا جماعه، وحلقه جديده من حلقات الفانتازي. الجوله الاولى عدت خلاص، دي ما فيهاش اي مؤشرات عن اي حاجه. هنعمل النهارده وايلد كارد للي بيفكر يعمل وايلد كارد، ولكن انا ما انصحش بكده. ما تتحركش في فرقتك غير لو عندك كارثه زي اصابه او لعيب ما بيلعبش او طرد او كده. فاعمل لايك وفولو عشان تشوف كل الحلقات الجديده، وصلي على النبي كده ويلا بينا. مبدئيا في الاول، هي دي تشكيلتي اللي لعبت بيها ودخلت بيها للجوله اللي فاتت. في حراسه المرمى سيلز جاب لي نقطتين. بعد كده ثلاثي خط الدفاع فريمبونج ووان بيساكا وفان ديفين. فان ديفين اللي جاب لي 6 نقط، شكرا جدا ليه يعني. ووان بيساكا وفريمبونج. فريمبونج خرج قبل ما الدقيقه 60 ب10 ثواني او ب 11 ثانيه، يعني دي صوره الموسم. فريمبونج وكركيز بيخرجوا قبل الكلين شيت، يعني حاجه كانت تقهر. والمشكله بقى كمان ان اللي عنده كركز على الاقل اهو اتعور في ماتش. انا بقى فريمبونج طلع مصاب، فكمان ايه، هيبقى هيغيب عني اسبوعين كمان. فهو جاب لي نقطه فنفخني الجوله دي، وكمان هيغيب جولتين كمان لحد التوقف الدولي. فيعني خالص بقى، فاهم يعني خلاص بقى. بعد كده نخش على خط النص. كان عندي مبويمو نقطتين، ومالن نزل لي في اخر 10 دقايق عشان يشلني علشان هنروح للدكة. محمد صلاح كابتن 16 نقطة بيلحق الجون كده في اخر ثواني في الماتش. وقدوس الرهان بتاعي من اول ثانية في الموسم جايب لي اسيستين و10 نقط. بعد كده ثلاثي الهجوم جواو بيدرو بنقطتين. فولكروج اللي راهنت عليه برضو في الاخر علشان ان انا اقدر اجيب صلاح. انا قلت لك ان انا عشان اجيب صلاح هضطر ان انا اعمل داون جريد لجيوكيريس. راهنت على فولكروج. المفروض ان هو كان عنده ماتش سهل قدام ساندرلاند. ساندرلاند فرقه متوقعين لها ان هي تبقى بتلعب كويس والكلام ده، ولكن مش لدرجه ان هو ما يجيبش ولا جون. يعني دي وحشه قوي. ده خسروا 3-0، انا مش فاهم ايه ده اصلا. وطبعا الدبابه النرويجي ايرلينج هالاند ب 13 نقطه، ما شاء الله يعني. الناس كلها قالت لك هتجيب صلاح بس ومش هنجيب هالاند وبتاع. تمام يا باشا، هالاند نازل جونين في اول ماتش، ما اقولكش. ونروح بقى للدكه بتاعتي واللي كانت هتشلني. رايندرز على الدكه ب10 نقط. انا مراهن عليه من اول لحظه، من اول ما الموقع فتح، تمام. وقايل لكم ان انتوا تجيبوه وان هو هيبقى مساهمته قدام حلوه قوي، تمام. ولكن انا جيت في الاخر لقيت مالين ولقيت رايندرز، وخفت من تبديلات جوارديولا. ولقيت ان مالين المفروض عنده ماتش سهل، فيجي اوناي امري يلعب بمجن وينج، ويلعب بروجرز وينج الناحيه التانية، ومالين ما يلعبش. قلنا ماشي. بعد كده اتطرد منه واحد او كونسا يعني. فقلنا خلاص يبقى اكيد مالين مش هينزل، فالحمد لله تمام، على الاقل رايندرز هيلعب. بعد كده الاقيه في اخر 10 دقايق يروح منزل لي مالين. ده ايه الشلل ده؟ ايه يا جدعان، في ايه؟ فانا حاليا فرقتي للجوله الجايه هتكون سيلس في حراسه المرمى. دي كوبر هيلاعب ايفرتون، وان بيساكا هيلاعب تشيلسي، فان ديفين هيلاعب السيتي، بويمو هيلاعب فولهام، قدوس هيلاعب مانشستر سيتي برضو، مالين برنتفورد، وصلاح نيوكاسل، ورايندرز توتنهام، جواو بيدرو ويست هام، وهالاند توتنهام. الدكه بتاعتي فيها فولكروج هيلاعب تشيلسي، فيها فريمبونج، وفيها ستيفي. انا حاليا بفكر في ان انا اطلع فريمبونج علشان انا الدفاع بتاعي يعني صعب قوي. واحد هيلاعب السيتي، واحد هيلاعب تشيلسي، واحد هيلاعب ايفرتون، فالموضوع صعب قوي معايا. وفي نفس الوقت انا خايف ان مالين ما يلعبش، مع ان المفروض الماتش قدام برنتفورد. فبرنتفورد دفاعيا مش حلوه، خسرت اول ماتش. فالمفروض ان هو مالين يعني يجيب نقط في الماتش ده لو لعب. وفي نفس الوقت اوناي امري المفروض ان هو شاف ان هو لما عمل العبث اللي هو عمله الماتش اللي فات ده ما مشيتش معاه. روجرز ما كانش مبسوط، وماجن ما كانش مبسوط. فالمفروض ان مالين يبدا الماتش. فمش عارف بقى فولكروج ولا مالين. وتفكيري في اني ابيع فريمبونج، ان انا اجيب مكانه كوكوريا. هيبقى حد عنده ماتشات كويسة. اول ماتش قدام مستهام، بعد كده الماتشات التانية قدام مين؟ استنى بس عشان نفتكر. اول ماتش قدام وستهام، بعد كده فولهام، بعد كده برنتفورد، بعد كده بقى يونايتد وبرايتون. ده صعب شويه، ولكن كده كده احنا ما بنعتمدش على كوكوريا في الاداء الدفاعي برقم واحد يعني. ولكن الاعتماد الاكبر بيبقى على كوكوريا ان هو هجوميا يعني بيخش يلعب سترايكر، مش بيلعب باك شمال.
فانا بفكر في كوكوريا، وبفكر برضو في نفس الوقت يعني تعالى كده نفتح الترانسفير سوا. انا بفكر ان انا اشيل فريمبونج واجيب يا كوكوريا يا حد مثلا زي فان دايك، ولكن مشكلتي مع فان دايك، فان دايك جامد جدا وعمل وجاب النقط بتاعه الدفاع، بتاعه قطع الكور، فعملت 20 تدخل ما شاء الله يعني. فانت محتاج 10 اصلا تجيب نقطتين، وال20 مش هيجيبوا لك 4، فانت الماكسيموم بتاعك نقطتين. فهو جاب النقطتين بسهوله جدا، فانا كنت بفكر فيه. ولكن في نفس الوقت هو عنده ماتشين صعبين، يعني الماتش الجاي نيوكاسل، والماتش اللي بعده مش فاكر كان مين، بس كان ماتش برده مش لذيذ يعني. يعني ادي فان دايك اهو. الماتش الجاي اللي بعده ارسنال، تمام. ممكن بقى بعد كده نبقى نرجع نجيبه تاني، او نجيب فريمبونج مثلا بداله. عنده بيرلي في ايفرتون في كريستال بالاس، فتمام. فعشان كده انا بفكر ابعد شويه عن فان دايك، وتفكيري رايح في الاغلب لكوكوريا، تمام. برضو كنت بفكر في دورجو، يعني بيلعب وينج شمال تقريبا، فهيبقى كويس. بس يعني برضو انت اليونايتد انت مش مستني منها اداء دفاعي كويس، فصعب الصراحة. عندك برضو سينسي من بورنموث كويس، وكل دي خيارات هتخليك تبقى معاك فلوس في البنك. ولكن انا كنت يعني الخيار الاقرب بالنسبه لي، يعني انا هستنى بالليل اشوف المؤتمرات لو في تسريبات، لو في اي حاجه من الحاجات دي، واروح اجيب كوكوريا. يعني ده الاقرب بالنسبه لي في دماغي، ان هي تبقى تبديله كوكوريا والعب بكوكوريا في الماتش ده. انا فضيت كده الفرقه، ونحاول ان احنا نشوف تشكيله وايلد كارد ان احنا نعملها ليه لو حد لسه بادئ اللعبه من الجوله الثانيه، او لو حد يعني عنده كوارث كتير جدا، لعيبه كتير جدا ما بتلعبش وكونس اتطرد واصابات والكلام ده. فتعالى كده نعمل سوا تشكيله وايلد كارد جديده. وطبعا بعد اللي احنا شفناه، وبعد رأيي برضو من اول الموسم، لازم هنبدأ بهالاند، لازم بعد كده الخيار التاني بتاعنا هيكون صلاح، تمام. بعد كده عندك رايندرز كان عامل حلو قوي، وقدوس كان كويس قوي، فدول من تشكيلتي وانا مقتنع بيهم جدا لحد دلوقتي. ممكن في حراسة المرمى عندنا ارسنال هتلعب ماتش سهل، فممكن مثلا نجيب رايا كحارس مرمى، ونجيب معاه دوبرافكا كحد بيلعب، وفي نفس الوقت هو مش غالي، فنجيب دوبرافكا. بعد كده نروح لخط الدفاع. اول حد عندنا طبعا هيبقى كوكوريا، ده الحراسه. بعد كده نروح للدفاع. اول حد طبعا معانا هيكون كوكوريا. كان في ضيوف ويست هام ما لعبتش ماتش حلو، هيخشوا يلعبوا تشيلسي، ولكن ضيوف كان خطير جدا جدا جدا، وكان هيجيب جون. يعني هو مساهماته الهجوميه عاليه قوي قوي قوي، فهو خطير جدا، فممكن برضو نفكر فيه. عندنا برضو امبويمو، انا بفكر فيه جدا وكنت مقتنع بيه من اول جولة، وان هو كان خطر جدا قدام ارسنال، وداخل يلعب فولهام اللي هو برضو دفاعها مش جامد. وبعد كده عنده بيرلي، فهيبقى ماتشين لزاز بالنسبة لامبويمو، فامبويمو برضو معانا. ممكن بقى نشوف مثلا من الهجوم حاجة يعني هي خطرة جدا في فكرة واتكنز. عندك ان هم هيلعبوا ماتش سهل، عندك برضو ممكن نفكر في خط النص مثلا، بحيث ان هم داخلين على ماتش زي ليدز، نشوف ساكا مثلا، تمام. ممكن برضو نشوف سيمينيو، عندهم ماتش سهل، ولكن احنا كده هنبقى خلصنا خط النص اصلا. فممكن برضو الناحيه التانية نروح مفكرين في ايفانيلسون من بورنموث. ما جابش الجوله الاولى، ولكن بورنموث هتلعب ماتش قدام وولفز، وولفز استقبلت كور كتير قوي من قلب الملعب، هالاند حتى جاب فيهم جونين. فالاخطر بالنسبه لي هو ايفانيلسون مش سيمينيو في الماتش ده، فممكن يبقى ايفانيلسون برضو يبقى خطير في الماتش ده قوي. ممكن برضو نفكر في ايفانيلسون، تمام. وبكده يعني شبه مش هيبقى معانا فلوس. فتعالى بقى نحاول ان احنا نشوف المدافعين الاول، وبعد كده نرجع نبقى نقفل التشكيله. عندك بلار، ساندرلاند هتلاعب مين؟ ساندرلاند هتلاعب بيرلي، فممكن كله يروح لبلار في الهوجة كده مع الناس كلها.
عندك برضو اشمبونج، انا مش عارف هو هيكمل يلعب ب4 مليون، هيبقى صفقة حلوة جدا 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 لو كمل على على المستوى ده، وخط دفاع يعني واحد اساسي في تشيلسي، فخط دفاع هو كويس، فهتبقى صفقة هايلة ب4 مليون. ولكن ممكن نشوف برضو جودمنسون ويبقى هو المدافع الرابع بتاعنا، وفي نفس الوقت بقى هيتبقى لنا حد مهاجم ب1.8 مليون، فده طبعا مش هينفع، ومحتاجين بقى نقلل السبهلله اللي احنا عاملينها في التشكيله دي. فبقى ممكن نشيل مثلا ساكا، نعمل له داون جريد لحد تاني. ولكن ساكا المشكله ان هو داخل يلعب ماتش حلو قوي قدام ليدز، فساعتها هتبقى بتفكر بقى تشيل امبويم وتشيل صلاح يعني. ولكن انت بتعمل وايلد كارد، انت مش بتعمل فري هيت، فانت لو داخل تعمل وايلد كارد، فانت الوايلد كارد ده المفروض تكمل بيه لاخر الموسم. فيعني ممكن بقى نفكر فيها كده وارجع لك تاني. بص يا باشا، انت لو مقتنع بيجيو كيرس وان انت عايز تحط الريسك بتاعك عليه وكل المخاطره بتاعتك عليه، فانت عشان تجيب جيو كيرس هتضطر ان انت امويمو ده تنزله لحد مثلا زي روتر، وبعد كده ان انت تروح تجيب بقى خط نص ب4.5 مليون مثلا، وليكن حامد تراوري مثلا، وهيبقى معاك 3 من 10 في البنك. ولكن انت لو مقلق من جيكيرس، خاصة ان ليدز دفاعها كان كويس، ايفرتون مش مقياس، وان ممكن ارسنال تنزل تخوم اجوان عادي جدا جدا، ولكن هو لسه عنده ماتشات صعبة. يعني بعد ليدز عنده ليفربول ونوتنجهام فورست، يعني مش عارف. فانت عندك ده حل، والحل التاني ان انت هتروح مرجع يمبويمو عادي جدا ماشي، وهيتبقى ان انت بقى معاك ايه، يتبقى معاك ان انت 11 مليون تحاول ان انت بقى تصرفهم على مهاجم وخط نص تاني. فانت فكر، شوف انت حابب ان انت تلعب ب 3-5-2 ولا 3-4-3. فانت لو هتلعب ب 3-5-2 مثلا، فانت ساعتها خلاص هو هالاند وايفانيلسون بس، وايفانيلسون ده ممكن بعد كده تبقى تروح لجواو بيدرو مثلا. ولكن لو انت بقى مثلا عايز ان انت تختار حد مهاجم كمان، فساعتها ممكن مثلا تجيب ايكيتيكي او كريس وود. مشكلتي مع ايكيتيكي ان هو برده ماتشاته صعبه، عنده ماتش قدام نيوكاسل، بعد كده ماتش قدام ارسنال، بعد كده ماتشات هتبدا تسهل، ولكن الماتشين اللي جايين دول صعبين، فمش شرط ان هو يجيب فيهم نقط كتير. عندك واتكنز داخل قدام برنتفورد عملت اداء دفاعي وحش قوي في الماتش الاول، بعد كده كريستال بالاس، ايفرتون، ساندرلاند، فولهام، فهو عنده ران ماتشات كويسه. ولكن استون فيلا كان ادائها وحش قوي في الماتش الاولاني، يعني تحس ان اللعيبه ما كانوش متناغمين خالص. فانت مش فاهم ده بسبب ان هو الحنكه الزياده اللي عملها اوناي امري في التشكيله، ولا بسبب ايه. فانت اولي واتكنز برضو هيبقى بنفس السعر بتاع جيوكيريس، فهيحطك في نفس المشكله تاني. فانت ممكن مثلا تجيب كريس وود، وبعد كده تروح في خط النص تشوف مثلا حد ب 4 مليون، دي هتبقى صعبه، فساعتها ترخص رايا شويه، لان برضو كتير قوي رايا 5.5 مليون، وممكن تخليك في سيلز عادي او سانشيز عادي خيارات ب5 مليون هتكون كويسه. لو انت مثلا جايب كوكوريا فتبعد عن سانشيز وتروح تجيب سيلز. لو انت معاك سانشيز مثلا، ممكن يبقى الخيار التاني بتاعك قول اينا، يعني حاول تجيب واحد من ده واحد من ده، وساعتها تقدر ان انت تروح تجيب حد خط نص ب4.5 مليون، وهتبقى سهله جدا. هتيجي هنا هتروح مختار دي وتختار خط النص بتاعك، وتبقى تشكيلتك كده. هيبقى مثلا امبويمو وصلاح ورايندرز وقدوس، وقدامهم وود وهالاند وايفانيلسون، وخط الدفاع بتاعك يبقى كوكوريا واشمبونج وديوف مثلا او بلار، او يعني هتمشيها بالطريقه دي. ده لو انت عايز حاجه هتكون برضو انت دافع فيها كتير، وفي نفس الوقت جبت كل اغلب اللعيبه اللي تألقت وعندها ماتشات حلوه في الماتشات اللي جايه. بس كده يا صاحبي، دي كانت كل حلقه النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن الفيفا وعن الكوره وعن الفانتسي. سلام.